السلام عليكم. أنا أم عبدو، مهجرة من مدينة كفرنبيل. صار لي 5 سنوات. أنا مريضة في تصلب ريوحي في الدماغ. رحت على الدكتور، طلب لي رنين مغناطيسي، وعملت الرنين المغناطيسي ورجعت لعنده. جا قال لي أنت معك تصلب ريوحي في الدماغ وبدك جرع. الحمد لله أخذت الجرعة 4 أيام، وكتب لي على دواء. الحمد لله أخذته، والدواء إنه تكلفته غالي. وقال لي الحمد لله اخذت الدواء ورجعت لعنده. جيت قلت له يا دكتور انا ما قدرت انه جيب هالدواء، بدك تأقف لي اياه. جا قال لي ما بقدر أقف لك اياه، هذا الدواء بده يرافقك مدى الحياة، وانا ما قدرت انه جيب هالدواء مدى الحياة. جوزي بيشتغل عامل 100 ليرة في النهار، ويا دوب يعبي بنزين ويجيب لي ربطة هالخبز على البيت. وهيك يعني حالتنا. وعندي ولد صغير مريض في مرض الربو. وبتمنى من أهل الخير بلكي بيساعدوني في حق هالدواء، لأني ما قدرت إنه جيبه. حياكم الله يا أخوان. طبعا مثل ما شفتوا حالة الأخت أم عبدو، أنا اليوم موجود بواحد من المخيمات في الشمال السوري، مخيم أهل كفرنبل هون في مدينة البردخلي. طبعا الأخت أم عبدو بشكل فجائي صار عندها مرض تصلب لويحي، وحكت لكم وضعها باختصار خلال دقيقة. يعني هي مهجرة أولا، وثانيا متزوجة وعندها طفل، بالإضافة أنه زوجها عامل بيومية، مو قادر حتى على تأمين الطبخة. طبعا الأخت صار عندها مرض تصلب لويحي وبحاجة لدواء راح يستمر معها طيلة الحياة. هذا الدواء غالي جدا، وهم منه قادرين على تأمين هذا الدواء. وإذا ما أخذت هذا الدواء فممكن بأي لحظة يصير عندها جلطة معاكسة. بهي الأيام المباركة بشهر رمضان المبارك، الأعمال مضاعف الأجر فيها. خلينا نكفل الأخت أم عبدو بمبلغ 120 دولار شهريا لتقدر تأمن الدواء تبعها وتأمن مصروفها وتعيل أهل بيتها. الله يجزاكم عنا وعنها كل خير يا رب.